السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم فيديو جديد. كنشكر واحد الأخت من تونس الذكرى لأنها اليوم صيفطت لي بعض يعني الموديلات اللي أنا خدماتهم، ودابا هي الآن يعني كتقوم بالبيع ديالهم، فكنتمنى لك يا ربي التوفيق والنجاح يا ربي وتيسر لك الأمور. فالبنات في هاد الفيديو هذا غادي نتقاسم معكم البوني ديال البوركيني اللي غنحتاجو فيه واحد الثوب. الطول ديالو 56 سنتيمتر والعرض ديالو 26 سنتيمتر. بالنسبة للبنات للطول فهو ضروري أنه يكون كيتمدد لي من جهة ديال الطول. هانتوما كما غتشوفوا معايا هذا هو الطول، يعني خصو يكون كيتمدد بواحد الشكل جيد. ممكن أنكم يعني تستعملوا أي ثوب بيزو والليكرا، يعني أي ثوب عندكم ممكن أنكم تستعملوه ديال البوركيني. راكم عارفين البوركيني، الثوب ديال البوركيني يعني كيكون ما كيسربش الماء، أولا ممكن يعني ديروا أي ثوب نتوما بغيتو، يعني لكم الاختيار. كتجيو لواحد الجهة ديال الطول وكديروا فيها كافة بحال هكا البنات، كتقلبوا 1 سنتيم وكدوزوا خياطة كما أنا عندي هنا لتحت. أنا بالنسبة لهاد الثوب هذا ديجا فيه هنا واحد كافة صافي، فأنا وريتكم يعني غير كيفاش غادي ديروا. من بعد ما ديروا ديك الكافة البنات غادي تطويو الثوب ديالكم على 2 وغندوزو نخيطوا هاد الجهة ونخيطوا هاد الجهة هادي كما غادي تشوفوا معايا. كما قلت لكم ان هاد الثوب هذا ديجا فيه كافه. صافي ما نحتاجش، نتوما غديروا داك القياس اللي عطيتكم ديال 26 وغادي ديروا واحد الكفه ديال عفوا، يعني الجهه ديال الطول اللي هي 56 وغادي تطويو الكفه 1 سنتيم. صافي وغادي دوزو خياطه من هنا وتعاودوا يعني دوزو خياطه من هنا بهذا الشكل هكا صافي حتى النهايه، وغادي ترتقوا الثوب ديالكم كما كتشوفوا هكا. صافي من بعد البنات ما درنا دوزنا بالخياطة من الجوانب بجوج، يعني درنا خياطة من الجهة اللي من الهي ومن الجهة الأسفل. غادي نجيو لهنا البنات وغادي ناخدو الإبرة والخيط، والخيط يكون عندي على 4 وغادي نحاول نشد هنا في هاد البلاصة هادي، ندخل يعني نرتق الإبرة ديالي مزيان. ومن هنا غادي نجي يعني من هادي راه الجهة المغلقة البنات، يعني هاد الجهة هادي ما دايزاش فيها الخياطة نهائيا، وغنبقى كندير واحد الكشكشه باش بالابره والخيط. هنا هانتوما البنات كنطلع تقريبا واحد نصف سنتيم هكا ونخلي نصف سنتيم. هانتوما كما كتشوفوا ان طاويه الثوب ديالي وكنمشي مع ديك الثنيه نيشان، غادي نخلي نصف سنتيم ونشد نصف سنتيم. كما قلت لكم البنات الخيط ضروري يكون على 4 باش ما يتقطعش ليكم من بعد. وغادي نبقى غدا مستمره كنخلي نصف سنتيم ونهز نصف سنتيم. المهم نتوما غادي ديروا واحد الكشكشه ياك بالابره والخيط، يعني كيبقى لكم اختيار، يعني بغيتو يعني ديروا بها بشكل عشوائي ماشي ضروري. انا المهم انا غير كنقول لكم القياس وصافي. المهم تدخلوا الابره وتخرجوها وصافي. المهم نتوما راكم عارفين الكشكشه كيفاش كتكون صافي. وغادي نبقى غاده هكا بنفس الطريقه كتحاولوا ديروا الخيط يعني في اللون ديال الثوب باش ما كيبانش لكم. من هنا البنات غير نقرب لديك الكافه وغادي نوقف، ما ديروش الكشكشه الكافه صافي. هنا غتوقفوا الكافه توصلوا الكافه صافي وغادي توقفوا وغادي تجمعوا الخيط ديالكم مزيان. وهنا غادي نعقد الخيط ديالي باش ما تحليش هاد الكشكشه هادي هكا صافي. وغادي نحاول نرتق هاد الخيط هذا مزيان، ومن بعد صافي غادي تقطعوا الخيط ديالكم. كما قلت لكم الخيط غادي يكون على 4 صافي. يعني كتعقدوه مزيان. يعني انا عقدته بزاف باش يعني ما غاديش عاد يتحل صافي. من بعد البنات اش غادي نديرو؟ غادي نحطو هاد البوني ديالنا بحال هكا، يعني كما قلت لكم غنحطوه بحال هكا. شنو غادي نديرو دابا البنات؟ غنجيبو السنتيم من هنا لهنا، غنعبرو واحد 6 سنتيم ونديرو علامه. راه الكافه دابا هي اللي عندي لتحت، هذه كافه دابا اللي كنعلم هي الجهه ديال اللي درنا فيها الكافه ياك. غادي نعلمها من التحت من الفوق ومن التحت على حسب انا كي غادي تجيني الخياطه على يدي. وغادي نحتاجو لاستيك اللي غادي نجيبوه من الفوق وغادي نحاولوا تنوصلوا لتحت وغادي ندوروه لجهه
هذيك 6 سنتيم بهاد الطريقة هادي. غادي نجي أيضًا من الأسفل غادي نعبر واحد 6 سنتيم وغادي ندير واحد علامة ياك، وغادي نجي من هاديك 6 سنتيم اللي عبرت من هاد الجهة ونهبطها لهاديك 6 سنتيم اللي عبرنا من الجهة اللي فيها كافة البنات. ضروري غادي نديرو هاد المرحلة هادي باش ما يجيكمش البوني مرخوف. يعني غالبا ما هاد البوني هذا كيدار يعني كيمشيو يعني كيهبطوا لاستيك حتى للاسفل صافي وكيوقفوا. لا، ولكن هكا كيجينا البوني مرخوف من الجهه ديال العنق من الخلف. هاد الطريقه دابا هانتوما البنات منين وصلت لهاديك 6 سنتيم اللي علمت صافي غادي ندور لاستيك ديالي ياك، غادي ندور لاستيك ديالي بحال هكا وغنبقى تابعه غير هذاك الخط اللي انا طراسيت، وغادي نمشي نيشان لهاديك 6 سنتيم اللي علمت في الجهه اللي عندي فيها الكافه هاكا، باش البوني ديالنا ما كيجيناش مرخوف من الخلف، كيجينا مجموع وكيجي مزير. انا بالنسبه ليا يعني ضروري ديروا هاد المرحله، يعني ما غاديش تهبطوا نيشان صافي وتوقفوا. صافي هنا البنات هاد الزياده هذه اللي عندي غادي نحاول نقطعها بالمقص هكا. صافي صافي قديت هنا بقى لي واحد الطريف طالع، غادي نحاول هذا. وبطبيعه الحال البنات الا بغيتو تفينيو الخدمه ديالكم هي انكم دوزو سورجي، يعني منين ما داز المقص غادي يدوز سورجي باش كتفينا لكم الخدمه ديالكم، والبوني ديالنا كيجينا مجموع بهذا الشكل هذا. البنات هذه الماكا كما كتشوفوا ضروري انا كنكون دايره ديجا واحد البوني من التحت باش كندير فيه شويه د الفوليوم هكا باش يبان لكم يعني كيفاش غادي يجيكم البوني ديالكم. صافي هانتوما البنات هكا كيجي هانتوما كما قلت لكم من الخلف. شتيو البنات كي كيجي هانتوما كيجيكم مزير. هذيك 6 سنتيم اللي درنا فيها هي اللي كتخلي لينا هاد الخدمه هادي كطلع هكا. اما كون هبطنا غير بلاستيك نيشان ما غاديش يجيكم هكا، غادي يجيكم مرخوف من اللور. وهكا كيجي الشكل ديالو، راه كيجي يعني وفي، كيجي زوين، كيجي لاصق. كتجينا ديك الكشكشه من القدام وكذلك الكشكشه اللي بلاستيك من الخلف، وكيجينا مزير ومجموع يعني جامع لينا الراس. بطبيعه الحال تقدروا انكم ديروه يعني بالثوب اللي كتكونوا فصلتوا به البوركيني ديالكم. كان هذا طلب ديال واحد الاخت. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون مبسط، وانا اصلا يعني حاولت ندير لكم شي حاجه اللي مبسطه، ما بغيتش ندير لكم شي حاجه اللي شي شويه معقده هكا. يعني اي وحده تقدر ديرو. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش بلي لايك وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات مشاريع منزليه مربحه. صدقوني يعني اللي دارت راسها في هادشي راه ان شاء الله غادي تدير وغادي تنجح ان شاء الله في العمل ديالها. ضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله مع موديل جديد، وشكرا لكم.